بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم يا أغلى الناس على قلبي. نرحب بالمشتركين جدد، نقولكم مرحبا بكم معايا، ونرحب بالمشتركين القدم نقولكم مرحبا بكم والدار داركم. اليوم راح نشارك معكم ونبارطاجي معكم كيكة العلم الجزائري. هي الطريقة سهلة وبسيطة، تبعوا لا فيديو للآخر وتشوفوا طريقة التحضير وطريقة التقديم والمقادير. هنايا لا جينواز ما حضرتهاش معكم لانه حضرتها معكم في الفيديوهات اللي فاتت. هنايا الجينواز سهله، ربع بيضات وربع ملاعق سكر، ضربتهم بالباتور مليح حتى تضاعف الحجم نتاعهم. ومن بعد زدت لها الفارينه ودرتها، حطيتها في المول وحطيتها في الفرن على درجة مئوية 180 درجة حتى انطبت، وتحصلت على هذا الجينواز. ومن بعد خليتها حتى بردت مليح وقسمتها على 2. يعني الجينواز هذه تقدري تقسميها على 3 طبقات، انا درتها على 2، فضلت اني نقسمها على 2. ودرت لها الشربات، درت نص كاس نتاع سكر وكاس نتاع ماء، حطيتهم فوق النار تغلاو واحد مدة 10 دقائق وطفيت عليهم حتى نبردوا، وشربت بهم هذا الكيكه. لانه السر ولا الشربات لازم حتى يبردوا بالبيان ومن بعد تشربي بها الكيكه نتاعك. هنايا جبت لك خام شونطي، درت كاس شونطي وكاس ماء يكون بارد، ضربتهم بالباتور حتى تحصلت على هذا الشكل او على هذا القوام نتاع الشونطي. ومن بعد شربت كما قلت لكم، شربت الكيكه بالبيان. ومن بعد راح نليسيها هكا، مش راح نليسيها بالبيان، راح ندير لها الكريم شونطي بالشكل هذا بلا سباتول حتى نغلفها كامل. ومن بعد هنايا راح ندير لها العلم الوطني، يعني نجمه وهلال. هنا درتهم في ورقه، وراح شغل راح نتراسيهم هكا بلا سباتول. راح نتراسيهم ومن بعد نبدا نشكل بهم بلا كريم شونطي. هنايا لا كريم شونطي لونت باللون الاحمر واللون الاخضر، يعني الصوره راهي تعبر على كلش واضحه. فوالا. هنايا يعني راح نقول لكم يعني اخواننا في فلسطين ان شاء الله يا ربي ينصرهم، وان شاء الله يفك الحصار اللي عليهم يا رب العالمين. والله قلوبنا راهي معهم، والله كما رانا نشاهدوا يعني واش راهو صاري عندهم عند الإخوة الفلسطينيين. ما علينا غير الدعاء ليهم إن شاء الله ربي ينصرهم. هذا ما كان. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا شكلت نجمة والهلال، درت لهم اللون الأحمر بالكريم شونطي و فوالا هكا بالشكل هذا. شوفوا كيفاه جات هايله. هنايا راح ندير بالابيض، اللون الابيض بالشكل هذا هكا كامل، درتهم بلا بوش. فوالا يعني هي الطريقه يعني سهله، تبعوا برك هذا مكان، تبعوا المراحل، يعني طريقه سهله وبسيطه ما تديش الوقت بزاف. انا كيما الجينواز هذه ما درتهاش في نهارها، درتها كيما يعني درتها البارح واليوم خدمتها. اليوم درت لها كيما اليوم درت لها زينتها بلا كريم شونطي هكا باه يعني توفري الوقت نتاعك. واذا كنتي مزروبه ولا تقدري وعندك الوقت يعني تقدري ديريها في نهارها، يعني طيبي لا جينواز نتاعك وتزيدي تزينيها بالكريم شونطي. انا ما كانش عندي الوقت على بها، درتها البارح، خدمت الجينواز طيبتها وكلش وغلفتها فوالا ودرت بالنيلو ودرتها في الفريغو. واليوم نحيتها وقسمتها وزينتها بلا كريم شونطي. هنا شوفوا كيف درت لها اللون الاخضر. فوالا درت لها اللون الاخضر، جات شابه وجات يعني عطات منظر هايل. شوفوا يعني جاء علم وطني، علم جزائري، نجمه وهلال.
بالأحمر والأخضر والأبيض. تحيا الجزائر، تحيا بلادنا. وشوفوا هنايا كيفاه يعني بقات لي من الكريم شونطي، زدت درت لها دي غوزاس هكا من التحت، عطات منظر وفي نفس الوقت يعني بقات لي على بها زدتها في هكا بالشكل هذا، جات ما شاء الله. وتحيا بلادنا، وإن شاء الله ربي يحفظها من كل عين، وربي يحفظنا بلادنا يا ربي العالمين. إن شاء الله هذا الكيكة تنال إعجابكم وتجربوها بهذه المناسبة إن شاء الله. إلى وصفات أخرى بحول الله. ما تنساوش أنكم ديروا لجام ويعني تشاركوا في القناة هكا باه تكبر لمتنا، ويكون عندي ديما جديد معكم. إلى وصفات أخرى بحول الله، انتظروني. مع السلامة، ثاني ميرث.